ربك يومئذ المساق كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يك نطفة من ألم يك نطفة من
ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله يا الله يا ابو محروس الله يفتح عليك بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عليك يا سيدنا. حبيبي حاضر اذكر الله. لا إله إلا الله. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وعشتم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي كانت مسك الختام في هذا المقام. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية ونقيب قراء محافظة الإسماعيلية. تلاوته كانت ختاما لفقرات هذه الليلة الإيمانية التكريمية الكبرى، التي تبث من جنبات قصر ضيافة النجع قرية الشروق مركز القصاصين بالإسماعيلية. ليلة التكريم التي نشارك فيها عائلات أبو شنان الكرام وعائلات أبو سباخ الكرام. ليلة التكريم لحرم الأستاذ فتحي أبو شنان المدير العام بنك الأهلي للتل الكبير، فباسمه وباسم كذلك أيضا أبناء الراحلة المهندس أحمد فتحي شنان والأستاذ محمود فتحي شنان، باسم أشقاء زوج الراحلة أستاذ شهته والأستاذ حسن والأستاذ سليمان، كذلك أيضا باسم عائلات أبو سباخ الأكرمين، باسم أشقاء الراحلة الأستاذ محمد والأستاذ مسعد والأستاذ إسماعيل سليمان أبو سباخي، باسم المهندس إسماعيل العمدة حج كامل منصور، باسم فضيلة الشيخ عادل منصور، باسم عموم عائلات عزبة النجع قاطبة كل عائلة باسمها، شاكرا باسمهم جميعا إلى كل من قدم واجب العزاء في هذه الليلة، سواء بحضوره أو بالبرق أو بالهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا لحضراتكم جميعا شكر الله مسعاكم ولا أراكم الله مكروها في دينكم ولا في عزيز لديكم، سائل الرب أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه رحمة ونورا يتخاطر على روح الراحلة الكريمة، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اجعل هذه الليلة خير لياليها، هذه الساعة خير ساعاتها، شفع يا رب فيها القرآن والصيام والقيام والبيت الحرام، رب شفع فيها جميع شعائر الإسلام، رب شفع فيها النبي العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة وأتم السلام. في الختام شاكرا لفريق العمل مهندس أحمد سليمان قراجة وأشقائه الكرام على الهندسة الصوتية المتميزة التي نتحدث من خلالها، شاكرا أيضا للمخرج التلفزيوني المهندس علي داود، شاكرا لمتر أحمد أبو عكر ومعاونيه الكرام على أعمالهم الفندقية. أيها السادة الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فقرات هذه الليلة، في ختامها لكم مني أرق التحية محدثكم إبراهيم النجار. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه وعنايته، حفظ الله مصر والإسلام والمسلمين آمين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته.